ولا صغرى منك يا شيخي، شايفتك وحداني وغلي قلبي عليك. لازم لك شي حرمة تعيش انت وياها بعد الأربعة يلي ماتوا تبعاتك. رحمة الله عليهم ويحسن إليهم. طيب شيخي، شو رأيك تتجوز جوازة محرزة وإلى قيمتها والحرمة رضيانة فيك؟ والله فاجأتيني يا أم زكي، بس مين ممكن يرضى فيني بعد العمر يا أم زكي؟ لا يا شيخي، لساك بعد شبابك، ليكن لك فكرة، هي بترضى فيك. من حارة الصالحية؟ لا، مو من الصالحية، من حارتك شيخي. ام بشير مرت ابو بشير، شو رأيك فيها انت؟ الله يرحمه ويحسن إليه. أنا ما عندي مانع بنوب، بالعكس أم بشير على عيني وراسي، والنعم منك ومنها طبعا. اصبح اتفقنا يا شيخي، هي قاعدة عند بنتها هدى، روح احكي معها والباقي عندك. إن شاء الله بيصير خير، إن شاء الله. لكان خاطرك شيخي. أنا حابب أحكي معك بموضوع يا خانم. تفضل شيخنا تفضل. مثل ما بتعرفي يا أم بشير، أنا هلا زلمة صفيان وحداني، حريمي الأربعة توفوا الله يرحمهم ويحسن إليهم. أنا رايد أتزوج على سنة الله ورسوله. ما فهمت يعني أنا شو بقدر أخدمك شيخنا؟ بيقول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد. بيقول عليه الصلاة والسلام: لا عيب في الحلال. وأنا جاي أطلب إيد حضرتك، بتقبلي تتزوجيني يا أم بشير؟ لا والله يا شيخنا ما بعرف شو بدي أقول لك. معلش، لا تعطيني جواب هلا، بعدين على 100 مالك، بعدين باخذ الجواب. يلا أنا بالإذن، السلام عليكم. وعليكم السلام.